عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكل السما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهاردة باذن الله نعمل مع بعض كيكة الرواني. كيكة الرواني كيكة جميلة جدا، طعمها لذيذ جدا جدا. يلا نبدأ بمكوناتنا ونشوف عندنا ايه. عندي كوباية دقيق سمونينا بتاع البسبوسة، كوباية جوز هند، كوباية دقيق، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، كوباية الا ربع زبادي. عندي 4 بيضات، معلقه صغيره فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر. يلا نبدا بمكونات كيكه الرواني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا حبايبي هاخد البيض كده على الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، والفانيليا، وهخفقهم جامد لحد ما يعمل فوم شويه، وبعد كده هننزل بالسكر واحده واحده. بعد ما ضربت يا حبايبي البيض في الخلاط بالشكل ده كده، هنزل بقى بنص كوبايه السكر واخفق جامد برضو لحد ما السكر يدوب تماما. وبعد ما السكر داب عندي كده يا حبايبي هنزل بقى بالزيت هو كمان، اللهم صل وزد وبارك، اللهم صل على النبي. هخفقهم كمان وبعد كده هنزل بعدها بالزبادي. بعد ما نزلت الزيت يا حبايبي وخفقته كده هنزل بقى بالزبادي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه الا ربع زبادي، وهخفق برضو جامد على اعلى سرعه، هدوبهم مع بعض كويس. وبكده اكون خلطت كل المكونات السائله مع بعض يا حبايبي بالشكل ده. نيجي بقى للخطوه الثانيه. تاني خطوه عندي يا حبايبي هجيب بقى البوله وهنزل بالدقيق بتاعنا بالشكل ده كده، هنخله كويس، بسم الله، اللهم صل وزد وبارك. بعد ما نخلت الدقيق بتاعنا كده يا حبايبي هنزل بقى بالبيكنج باودر عليه بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بجوز الهند ودقيق السمونيلا بتاع البسبوسه يا حبايبي بالشكل ده كده، واقلبهم كلهم مع بعض. هقلبهم كلهم مع بعض يا حبايبي بالشكل ده كده. وبكده عندي الخليط مواد الجافه هو كمان بقى جاهز كده يا حبايبي. عندي طبق فاضي هجيب بقى هنزل بالخليط السائل كده، بسم الله، اللهم صل وزد وبارك، بالشكل ده كده. بعد ما نزلت بالخليط السائل في الطبق هنزل بقى بالمواد الجافه بتاعتنا بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب نصهم واقلب، بسم الله، بالمضرب اليدوي بالشكل ده كده، وانزل بقيه المكونات واقلب جامد بالشكل ده كده. شايفين؟ اللهم صل وزد وبارك، بسم الله، ربنا يحسن بين ايدينا كده يا حبايبي. وكده عندي الخليط بتاعي بقى جاهز، شايفين؟ اللهم صل وزد وبارك. عايزينه بالشكل ده كده كده يا حبايبي. بعد كده يا حبايبي الخطوه اللي بعد كده هنجيب صينيه ودهنتها سمنه، وبعد كده رشيتها برشه دقيق ونفضتها جامد بالشكل ده كده. هنجيب بقى الخليط بتاعنا، اللهم صل وزد وبارك، وننزل بقى بالشكل ده في الصينيه، بسم الله الرحمن الرحيم. دي صينيه يا حبايبي مقاس وسط، اللي بعد الصغيره على طول. بصراحه انا مش بعرف في المقاسات، بس دي اللي بعد الصغيره على طول يا حبايبي في الطقم. وهنزل كل الخليط بتاعنا بالشكل ده، اللهم صل وزد وبارك. وطبعا زي ما قلت لكم ان قبل ما اعمل اي كيكه انا بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180 لحد ما بعمل الكيكه عشان يفضل سخن. ما بدخلش الكيكه على طول كده والفرن لسه متسخن، بكون مسخناه من قبل ما اشتغل في الكيكه. انا نزلت بالخليط الكيكه بتاعنا بالشكل ده كده، شايفين؟ اللهم صل وزد وبارك كده، نفضها كده وادخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. ما افتحش عليها الفرن خالص يا حبايبي عشان ما تهبطش. 180 درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة لحد ما الكيكة بتاعتنا يا حبايبي تستوي في الفرن. هنيجي بقى نعمل الشربات بتاعنا، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه وعصره ليمون. هحطهم على النار لحد ما يغلوا، اول ما يبداوا يغلوا كده هوطي عليهم النار، وبعد كده احط عليهم عصره ليمونه واسيبهم بقى لمده 10 دقايق على نار هاديه. بعد 10 دقايق هطفي عليها على طول. ودي كيكه الرواني بتاعتنا يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن.
انا طفيت الفرن عليها وسبتها شويه في الفرن وفتحت الباب علشان ما تهبطش اول ما اطلعها على طول. عندي بقى الشربات هو كمان دافي كده، هنزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وبارك. انزل كده بكوبايه الشربات عليها وهي دافيه، والشربات بتاعنا دافي. هي هتشرب كميه الشربات بتاعها كله، وما شاء الله هتبقى طريه ونافشه وتبقى جميله جدا. خدت معايا كوبايه الشربات بالشكل ده. انا عندي كمان شربات بس انا هديها كوبايه كده بس لحد ما تشرب. كل ما تحس ان انت عايزه تديها شربات كمان اديها، بس هي كوبايه كفايه عليها جدا. كده معايا كيكه الرواني، هسيبها شويه لحد ما تشرب الشربات وبعد كده هقطعها واوريها لكم. ودي الكيكه بتاعتنا يا حبايبي بعد ما قلبتها وحطيتها في طبق التقديم. شايفين بسم الله ما شاء الله جميله جدا وهشه. هاجي بقى على الوش كده هرش عليها جوز هند مبشور بسم الله ما شاء الله بالشكل ده كده. ليها طعم حلو قوي وريحه تجنن تجنن بجد بالشكل ده. وبعد ما حطيت يا حبايبي على الوش جوز هند بالشكل ده، شايفين اللهم صل وزد وبارك، ريحتها تجنن وتحفه جدا ولذيذه جدا جدا جدا. يلا نقطعها مع بعض ونشوف عامله معانا ايه. يلا نقطعها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وبارك. شايفين بسم الله ما شاء الله هشه ازاي، ولا طعمها لذيذ جدا. جربوها وان شاء الله تدعولي. يلا نطلع القطع مع بعض يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وبارك. بسم الله 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 اكبر. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله جميله جدا وهشه هشه ازاي وسفريه جدا جدا. طعمها لذيذ جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهارده كيكه الرواني الهشه اللذيذه جدا جدا. لو عجبتك الوصفه اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ليصلك كل ما هو جديد من مطبخ اكلة سما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.